بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه ليوم الدين. أجيال الأهلي على مدار التاريخ أجيال من ذهب، وأجيال الآخرين سلوك بيضاء تذوب. الأهلي يسطر التاريخ بالبطولات، والأندية تسطر التاريخ بالمباريات. البطولات للمحترمين الأوفياء على وطنهم وجمهورهم، والسفالة والحقارة لهم ولجمهورهم. مما لا شك فيه إن أجيال الأهلي على مدار التاريخ هي ملكة البطولات وحظ البطولات، وسنتوالى وسنواليكم بأرقام هذه الأجيال جيل بعد جيل. ونأتي بجيل السبعينات والجيل الذهبي، هذا الجيل الذي أعاد تسطير التاريخ للقلعة الحمراء، حيث وضع أسس الهيمنة على الرياضة المصرية كافة. ويعتبر هذا الجيل هو جيل التلامذة الرهيب بقيادة المدرب المجري هيديكوتي الذي لعب كرة هجومية جذابة كان بيمتاز بها هذا المدرب، وبالتالي أضافها للفريق. هيديكوتي درب النادي الأهلي من موسم 73، وبدأ في احتكار الدوري المصري موسم 74 لمدة 5 سنوات متتالية. أما ما حصل هذا الجيل من بطولات يتخطى 20 بطولة، منهم 10 دوري، 5 كاس مصر، 5 أفريقيا، 2 أبطال دوري و3 أبطال كؤوس. واعتبر هذا الجيل هو أول جيل شارك في البطولات الأفريقية في الدوري في أفريقيا. وإليكم بعض أسماء هذا الجيل التي لا تنسى وسطرها التاريخ: محمود الخطيب، حسن حمدي، مصطفى عبده، محسن صالح، عبد العزيز عبد الشافي، مختار، جمال عبد العظيم، طاهر أبو زيد، أحمد عبد الباقي،